أهلا يا جماعة. هنتكلم النهاردة عن البيسودو كلاسز والبيسودو إليمنت، وهم من الإمكانيات الموجودة في السي اس اس اللي بتساعدنا في إخراج موقع متميز بيحتوي على تنسيقات وأنماط تفاعلية وديناميكية في الصفحات بتاعتنا، زي ما هنشوف في الأمثلة الجاية. هنتعرف إيه هم وإيه الفرق بينهم وإيه الفايدة من استخدامهم وإزاي ممكن نستخدمهم علشان نقدر نحسن التنسيق، وإزاي نقدر نعمل أنماط تفاعلية في صفحات الويب. بداية لازم نفهم معنى كلمة البسودو. البسودو هي بتعني الزائف أو الغير حقيقي أو الغير واقعي. فاحنا لما بنقول بسودو كلاس فاحنا بنعني ان هو كلاس غير واقعي او غير حقيقي، لان احنا كنا اتعلمنا قبل كده علشان نضيف اي كلاس لازم نضيفه الاول في ال HTML وبعد كده ننسقه في السي اس اس. لكن لما بنستعمل البسودو كلاس ده ما بيحصلش فيه كده، لان البسيتو كلاس دي بتبقى طبعا كلمات خاصه معرفه مسبقه في السي اس اس، بتضاف للعنصر في السي اس اس، ما بنضيفهاش في الاتش تي ام ال، وبنستخدمها في ان احنا نستهدف عنصر معين ونغير نمطه او تنسيقه بدون الحاجه ان احنا نضيف كلاس او اي دي في الاتش تي ام ال. الكلاس او البسيتو كلاس دي لما بنستعملها في عندنا اكتر من نوع منها. في عندنا ممكن انواع ممكن بنستعملها تبعا لحاله وتفاعل المستخدم مع العنصر، لان هي ومن اشهرها طبعا الهوفر ده بالتالي كلنا اكيد مر على معظمنا ان احنا لما بندوس على عنصر معين بنلاقي تنسيقه اختلف. في كلاسز اخرى برضو ممكن بتستجيب لتفاعل المستخدم مع العنصر زي الهوفر، زي اللينك والاكتف والفاليد والتشيكد وحاجات تانية كتير. النوع ده من الكلاسز اللي هو بيعتمد على حالة العنصر وتفاعل المستخدم معاه، ده بنسميه الدايناميك او اليوزر انترفيس كلاسز، وهنشوف امثلة عليهم. في عندنا نوع تاني من البيسودو كلاسز اللي هي بنسميها structures بيسودو كلاسز، ودي بتعتمد على اننا بنضيف كلاسز لعنصر معين في الصفحه بتاعتنا، زي الفيرست تشايلد، الفيرست لاست تشايلد، لاست تايب اوف. دي برضو احنا ما بنضيفش الكلاس بشكله حقيقي في ال HTML، لكن بنضيف الكلاس للعنصر بتاعنا في السي اس اس وبنستهدفه وبنقدر نتحكم في تنسيقه وتغيير نمطه زي ما هنشوف في الاكزامبل. دايما في البسيدو كلاس بنقدر نتحكم في تغيير نمط او تنسيق العنصر كله. البسيدو كلاس بنستعمل له الكولون واسم الكلاس اللي احنا بنستعمله. وانا هسيب لكم طبعا في عندنا اسامي كتير لبسيدو كلاسز، احنا هبقى اسيب لكم لينك بالليسته بالاسامي بتاعت البسيدو كلاسز اللي ممكن نستعملها. ده كان بالنسبه للبسيدو كلاسز. البسيدو اليمنت في الناحيه الثانيه ده بيساعدنا ان احنا نضيف داتا زياده للدوكيومنت بتاعتنا بدون ما نضيفها حقيقه في ال HTML. يعني البيسيتو كلاس احنا بنضيف كلاس للعنصر بتاعنا بدون ما نضيف الكلاس ده حقيقي في ال HTML. البيسيتو element احنا بنضيف element حقيقي، بنضيف element للعنصر للصفحه بتاعتنا بدون الحاجه ان احنا نضيفها في ال HTML. فطبعا دي حاجات ممكن تسهل لنا حاجات كتير وتحسن لنا من تنسيق واداء وتفاعل الصفحه بتاعنا مع المستخدم. في البيسيدو اليمنت احنا ممكن عندنا نوعين بنتعامل معاهم. في نوع بيخلينا ان احنا نقدر نضيف بيانات معينه زي البيفور وافتر، وفي نوع بيدينا فرصه ان احنا نقدر نتحكم في تنسيق اجزاء معينه من العنصر زي فيرست ليتر والفيرست لاين. البسودو اليمنت بتدينا فرصه ان احنا نتحكم في تنسيق جزء من العنصر، لكن بسيدو كلاس بنتحكم في العنصر كله. يعني في الكلاس ما نقدرش نتحكم في جزء من العنصر، لكن في الاليمنت بنتحكم في جزء من العنصر بس. البسيدو بنفرق ازاي ما بين الكلاس والاليمنت. البسيدو كلاس دايما بيبقى قبلها تو كولونز وبعد كده اسم الاليمنت.
في البراوزرز عاده بتقبل ان احنا ممكن حتى مع الاليمنت بنستعمل كولون واحده، لكن هو ده الترند الجديد في السي اس اس، فيا ريت نتعود عليه ونستعمله. عموما البيسيدو كلاس والبيسيدو اليمنت هما الاثنين بنستعملهم علشان نقدر من خلالهم ان احنا نخلق صفحات ويب انتر اكتف او متفاعليه او ديناميكيه مع اليوزر ومع المستخدم اللي بيستخدم الصفحه دي، بحيث ان هي تدي له تاثير اظرف وتدي له تفاعل اكتر مع الصفحه. ايه الفوائد اللي ممكن نستفيدها لو اضفنا البيسيدو كلاسز والبيسيدو اليمنت؟ البيسيدو كلاسز بتساعدنا في ايه؟ البيسيدو كلاس بتساعدنا ان احنا نقلل عدد الكلاسز اللي احنا بنستعملها في الدوم او في ال HTML دوكيمنت. البيسيدو كلاس ساعات ما نقدرش نستغنى عنها، يعني في انواع من البيسيدو كلاس احنا ممكن نستغنى عنها ونستعمل البيسيدو بنستعمل الكلاس التراديشنال، لكن في انواع من البيسيدو كلاسز ما نقدرش نستغنى عنها لان التراديشنال كلاسز ما تقدرش تقوم بنفس المهمه زي الهوفر والفوكس واللينك والنوعيه دي من الكلاسز. طبعا لما بنقلل اعداد الكلاسز ده بيدينا فلكسبيليتي اكتر في الكود بتاعنا وسهوله اكتر في اننا نعمل له مينتنانس او نتابعه او نعمل له مينتنانس. البيسيدو اليمنت طبعا من فوائدها ان هي بتدينا افكت ظريف قوي، ان هي ممكن نخلق منها في وقت معين تكست معين او داتا معينه تظهر لنا في وقت معين على الشاشه وتختفي في وقت تاني، فدي طبعا بتدينا تاثير ظريف للتعامل مع البيج بتاعنا. برضو هي من فوائدها ان هي بتحافظ ان هي تخلي الستايلنج بعيد عن الدوكيومنت عن ال HTML. فطبعا فموضوع فصل الستايلنج عن ال HTML ده بيسهل لنا عمليه الفولو اب للكود والفلكسبيليتي بتاعته والمينتنس بتاعته. دي كانت فكره عامه عن البسودو كلاسز والبسودو اليمنت، ودلوقتي نبدا نشوف ازاي ممكن نستعملهم ونطبقهم في الشغل. دلوقتي بعد ما اخذنا فكره عن ايه هو البسيدو كلاس وايه هو البسيدو اليمنت وشفنا ايه هم وايه الفرق بينهم، هنبدا نتعرف عليهم بعمق اكتر من خلال بعض الامثله. مش هنتكلم على كل البسيدو كلاسز والبسيدو اليمنت، لكن هنتكلم عن بعض منهم ولا هنحتاجهم كتير في تصميماتنا. اول حاجه هنتكلم عليها اللي هو الهوفر. طبعا هوفر ده بسيدو كلاس شهير جدا. هنبدأ نطبقه على البيج بتاعتنا اللي احنا شايفينها قدامنا. احنا دلوقتي عندنا البيج دي فيها هنا البادي ده فيه اول حاجة جزء الناف. الناف ده فيه المنيو اللي فيها الثلاثة ايتمز دول. احنا هو ده الستايل الوحيد اللي احنا عاملينه في الصفحة بتاعتنا، ان احنا عاملين للنافيو ال اي ديسبلاي انلاين بلوك علشان يظهر المنيو تظهر عندنا بالشكل الاوريزونتال. او ما فيش عندنا اي حاجه تانية في الستايل. البادي عندنا بعد الناف في عندنا ديف. الديف ده فيه جزء تكست وجزء بي جوه الديف، وبعد كده عندنا بي لوحدها خارج الديف واخده كلاس اسمه example 1 ex1. وبعد كده عندنا سيكشن في ايمج وفي بي، وبعد كده عندنا يو ال وليها عنوان بالاتش 3. صفحة بسيطة ما فيش عليها أي تنسيق. هنشوف إزاي بقى ممكن من خلال البسودو إليمنت والبسودو كلاسز إزاي ممكن نبدأ ندخل عليها تنسيقات ديناميكية أو تفاعلية زي ما قلت. أول حاجة هنستعملها إن إحنا هنضيف هو الكلاس الشهير اللي هو الهوفر، هنضيفه على اللينك بتاعنا أو على المنيو بتاعتنا. فبنيجي علشان نضيفه، بنيجي انا هضيفه على ال اي، فباجي على الاي بتاع اللي موجود مع ال اي، فباجي هنا هقول له ايه، وطالما ان هو هيتضاف على العنصر ايه فبدوس فبعمل كولون، وبعد كده بكتب له اسم البسودو كلاس بتاعي اللي هو المفروض هيبقى هوفر. انا عايزه بقى لما يحصل هوفر او هي الهوفر دي بتعني ايه؟ بتعني ان انا امر بالماوس على العنصر ده. فانا لما هعمل هوفر او امر بالماوس على العنصر اللي هو اسمه ايه،
ايه اللي هيحصل؟ عايزه مثلا الكالر يبقى ريد، وعايزه الباك جراوند كالر يبقى سي جراي. نجرب نشوف كده ايه اللي هيحصل في المنيو بتاعتنا بعد ما اضفت الهوفر. فعلا اول ما بدات احط ايدي على العنصر الاي اللي موجود في المنيو، بدا الباك جراوند كلر يتغير، والكلر بتاع الكتابه نفسه بيتغير. واول ما بشيل ايدي بترجع للتاثير بتاعها الاولاني تاني. فدور على العنصر بتاعي، ان هو اول ما بحرك الماوس بحيث يجي على العنصر، بلاقي التنسيق اللي انا طالباه منه بيبدا يتحقق. واول ما بشيل ايدي من على العنصر، التنسيق بيرجع للحاله الاولانيه بتاعته. اللينكس او ايه او العناصر بتاعه المنيو، احنا ممكن نضيف لها اكتر من عنصر، ممكن نتحكم في شكلهم وفي حالتهم. زي عندنا اللينك، الفيزيتد، الاكتف، والهوفر طبعا. كل واحده منهم بتتعامل مع العنصر بتاع المنيو على حسب حالته، وبنقدر نستهدف الحاله دي وننسقها بالطريقه اللي احنا عايزينها. مش مضطرين ان احنا نستعمل كل البيسيدو كلاسز دي، لكن لو استعملناهم لازم نحافظ على ترتيبهم اللي هيظهر قدامكم على الشاشه. الهوفر ممكن نستعملها مع اي عنصر، مش لازم تكون مع العناصر اللينكس او العناصر بتاعه المنيوز دي. يعني انا ممكن استعملها مثلا مع عنصر ديف. فانا هنا مثلا سي هاجي هقول له ديف بي، فهقول له ديف هوفر. لما ادوس على الديف ايه اللي هيحصل؟ يديني باك جراوند كلر سي بلو، ويديني الكلر بتاع التكست يبقى وايت. فانا هاجي هنا الديف اللي هو الجزء اللي مكتوب فيه سي اس اس از لانجوج، اللي هو الجزء ده. فانا اول ما باجي ادوس عليه، واضح طبعا ان هو تاثير الهوفر بيبان. الباك جراوند بتتغير، ولون الكلر ولون التكست بيتغير. اول ما بشيل الماوس من على التكست او من على الديف، بيرجع للتنسيق الاساسي بتاعه. فكده احنا شفنا ان احنا ممكن نستعمل الهوفر مع اي عنصر، سواء كان لينك في المنيو او سواء كان ديف. وهنشوف برضو ان احنا ممكن نستعمله مع حاجه زي البي اللي واخده كلاس اي اكس 1. او فانا لو جيت هنا قلت له بي دوت اي اكس 1 وقلت له هوفر، وكتبت له تنسيق معين ان الكالر بلو، التكست يبقى بالبلو، والباك جراوند كالر تبقى باليلو. فالبي اللي هو واخده اكستنشن اكس 1 دي، اللي هي دي اللي مكتوب فيها سي اس اس از يو تو ديفاين ذا ستايل، اللي هو ده. انا دلوقتي اول ما جيت عملت عليها هوفر، فعلا اللون بتاع التكست اتغير بقى ازرق، والباك جراوند بقت ازرق. اول ما شلت ايدي، لقيت التنسيق رجع للالوان اللي متحدده مسبقا فده تاثير الهوفر على المنيو، على ديف، على بي. ممكن طبعا البي دي واخده كلاس ما فيش مشكله، فبنقدر نتعامل مع الهوفر دي، بتقدر تتعامل مع اي عنصر بالشكل ده. ممكن نستفيد من البيسيتو كلاسز في اننا نظهر تول تيب. يعني مثلا سي انا عندي الصفحه دي او عندي الديف ده، عايزه اول ما ادوس عليه يظهر لي تول تيب كده هنا، تديني شرح للعنصر ده عباره عن ايه. فانا علشان اعمل التول تيب دي، فانا باجي هنا. انا انا دلوقتي عندي اللي هو العنصر الاولاني ده هو موجود في ديف، في هنا التكست ده، وانا في بعد كده عنصر البي. انا عايزه البي دي ما تظهرش
غير لما انا اعمل هوفر على العنصر. يعني انا دلوقتي هي البي، اول ما بعمل هوفر على العنصر البي دي بتبان، اللي هي اللي فيها كاسكيد ستايل شيت. انا عايزه البي دي تبقى مختفيه ما تظهرش غير لو انا عملت هوفر على العنصر، تظهر لي كتول تيب للديف ده. فباجي اعمل ايه؟ فباجي هنا اقول له ديف بي، البي اللي تحت الديف دي بالذات نسقها لي بحيث ان هي تكون مختفيه. فانسقها ان هي تكون مختفيه، فاقول له display none. فكده هي في الوضع الطبيعي هتبقى مختفيه، واضح ان هي طبعا ما عادتش ظاهره هنا. انا بقى عايزه اول ما اجي اعمل هوفر تبدا تبان. فعلشان ابدا اعمل الموضوع ده هعمل ايه؟ فباجي هنا هقول له div hover، عشان انا هعمل الهوفر على الديف. اعمل لي بقى لما تعمل الهوفر على الديف ابدا اثر على البي. هتاثر على البي دي هتعمل لها ايه؟ display block، يعني ابدا اظهر لي البي. فانا دلوقتي هي البي مختفيه. اول ما هاجي اعمل هوفر على اول ما هاجي اعمل هوفر على الديف هلاقي البي بان. فدي طبعا ممكن تساعدني ان انا اقدر اعمل اعمل تول تيب، او حاجه تظهر لي في الشاشه بتاعتي كشرح للايتم اللي او العنصر اللي انا واقفه عليه. انا طبعا ممكن بقى ابدا انسقها بطريقه مختلفه. اقول له مثلا color black، وباك جراوند كلر يلو مثلا. فتبقى هي بتظهر بشكل مختلف. ممكن بدل ما اقول له ديسبلاي بلوك ممكن اقول له ديسبلاي ان لاين، فتقوم تظهر جنبها بدل ما تظهر تحتها. ده طبعا من تاثيرات او من الفوائد او الحاجات اللي انا ممكن استفيد منها في البسودو كلاسز، ان انا ممكن اعمل زي تول تيب للعناصر بتاعتي. ممكن برضو الايمج دي ممكن اعمل عليها تول تيب يظهر لي شرح للايمج. فانا مثلا ممكن اجي هنا هقول له البي اللي هو العنصر المكتوب فيه او البي اللي مكتوب فيها نيو ستيب فورورد لوجو. نشوف كده ده معمول ازاي. هي ده سيكشن، عندي هنا ده سيكشن في الايمج اللي هو ده، وفي تحته عنصر بي اللي فيه التول تيب اللي انا عايزه اخفيها وما تظهرش غير لما ادوس على الايمج. فانا علشان ابدا اعمل الموضوع ده فانا باجي هنا هروح هستهدف البي اللي تحت السيكشن واخفيها. هقول له display 9. كده هي اختفت. انا عايزه بقى ان انا لما ادوس على الايمج تظهر لي التول تيب او تظهر لي البي اللي انا كاتباها هنا. فباجي هنا اقول له section image، يعني الايمج اللي تحت السكشن هوفر. لما تعمل هوفر على الايمج اللي تحت السكشن بلس بي. ليه بلس بي؟ بلس بي دي بلس دي بنستعملها لما بيكونوا عندنا اكتر من عنصر ليهم نفس الاب. فهو عندنا الايمج والبي دول ليهم نفس الاب اللي هو سيكشن، فعشان كده بنستعمل العلامه بتاعت البلس. فبقول له بلس بي، وبعد كده ببدا اشوف ايه التنسيق اللي انا عايزاه. اول حاجه هقول له البي دي خليها لي ديسبلاي ان لاين. وممكن برضو اعمل لها نفس التنسيق. كده واضح ان هو البي اللي موجوده تحت الايمج ما هيش ظاهره دلوقتي الا مكتوب فيها نيو ستيب فورورد لوجو، دي مش ظاهره دلوقتي. نشوف بقى لما انا اجي اعمل هوفر على الايمج هلاقيها بدات تظهر. انا بتظهر جنبها عشان انا عاملاها انلاين. لو انا عملت لها ديسبلاي بلوك هتظهر تحتها. فدي من الحاجات الظريفه اللي احنا ممكن نستفيد منها بالهوفر وبالبسيدو كلاسز
ان احنا نقدر ندي روح وحياه وديناميكيه للصفحه بتاعتنا. نبدا نشوف النوع الثاني من البيسيتو كلاسز اللي هو بيتعامل مع العناصر بتاعتي اللي موجوده في ال HTML. فهاجي هنا مثلا ابدا اشوف في عندي بيسيتو كلاس اسمه فيرست ايتم او فيرست تشايلد. فلو انا دلوقتي عندي هنا، انا دلوقتي عندي ادي يو ال وتحتها مجموعه من ال اي. فانا عايزه ابدا اتحكم في التنسيق بتاع ال اي دي، كل واحده منهم تظهر بشكل مختلف. فانا هاجي هنا هقول له يو ال اي فيرست تشايلد. نلاحظ ان احنا بنحط الكولون لازقه فيه على طول اسم العنصر بتاعنا او اسم الايتم او اسم الاليمنت بتاعنا، علشان لو فيها ما يبقاش في اي سبيس بينهم. لو في سبيس هو مش بيقبل. فانا دلوقتي هقول له اليو ال اي فيرست تشايلد، ابدا نسقه لي بطريقه معينه، وليكن مثلا color red. عمل ايه؟ اول الفيرست تشايلد ده اللي هو نسق لي اول ال اي في المجموعه وخليها لي باللون الاحمر. انا عندي فيرست تشايلد، عندي لاست تشايلد، يعني ممكن اخر واحده برضو بدل لو انا اخدت كوبي من دي، بدل ما اقول له فيرست تشايلد اقول له لاست تشايلد. اول واحد او اخر واحد في المجموعه يبقى الليست الفيرست تشايلد اول واحد في مجموعه ال اي لونه بالاحمر. اللاست تشايلد انا هدونه مثلا بالبلو. ممكن يتحكم لي هنا ادي فيرست تشايلد وادي اللاست تشايلد. ممكن اقول له ان، يعني انا ايا كان بقى ان انا دلوقتي ممكن الان ده ممكن ادي له اي رقم، سواء كانت عايزه مثلا نمره 3. فبقول له بدل بقى ما اقول له فيرست تشايلد لاست تشايلد، هنا بقول له انس تشايلد، وبديله ما بين القوسين دول رقم اللي انا عايزاه. لو انا اديته 3 فهينسق لي نمبر 3 بالتنسيق اللي انا طلبته. لو انا اديته 2 فهينسق لي الاثنين بالتنسيق اللي انا طلبته اللي هو color red. في عندنا كمان حاجه اللي هي first type of. بدل بقى first child دي هقول له first type of. first of type. first of type لو انهالي انا بقى هستهدفها بتنسيق تاني غير اللون علشان ما لخبطش التنسيق اللي فوق. هبدا اقول له خلي لي مثلا say font style التالي. فهو كده عمل لي ايه؟ الفيرست اوف تايب ال اي غير لي الفونت ستايل بتاعه وخلاه ايتالي. عندي حاجه تانية ممكن برضو بنستعملها اللي هي نوت. لو انا دلوقتي جيت هنا قلت له لو انا جيت هنا مثلا قلت له حاجه اديت لواحد من دول كلاس، نمره 2 ده مثلا اديته كلاس وليكن مثلا كلاس ايكوال this. وجيت هنا نوت دوت ديسك. ابدا اي حاجه اي ال اي مش واخده الكلاس ديسك ابدا نسقها لي بالطريقه دي. اديني مثلا سي باك جراوند كلر جراي. يبقى عمل لي كل الثلاثه ال اي، وواحده منهم بس اللي ما عملهاش ما ادهاش اللاين جراي اللي هي 2 اللي هي مش واخده الديسك. فهو نوت ديسك دي معناها ان هو اي حاجه مش واخده الكلاس ديسك. حتى ال اي لان انا شايفه عامله ال اي عامه، فهو حتى ال اي اللي موجوده في المنيو
بدأ يطبق عليهم لانهم مش واخدين الكلاس ديسك. فدي كانت مجموعه الحاجات، فكره عامه عن مجموعه الفيتشرز او التولز اللي موجوده مع البيسيدو كلاسز وازاي ممكن نستعمل. نشوف دلوقتي ازاي ممكن نستعمل البيسودو اليمنت ده. نفس الملف بتاعنا او نفس الصفحه بتاعتنا قبل ما نعمل عليها اي تنسيق. في الحاله الاصليه بتاعتها هي ما فيش فيها في الستايل اي حاجه غير هو الديسبلاي ان لاين للناف علشان تظهر لنا المنيو بالشكل ده، وهي نفس الحاجات اللي شفناها في الاكزامبل اللي فات. نبدا دلوقتي نشوف ازاي ممكن نستعمل البيسودو اليمنت. احنا دلوقتي اول حاجه هنعملها، احنا كنا قلنا ان احنا عندنا في البيسودو اليمنت حاجه اسمها فيرست لاين، ان احنا ممكن ننسق جزء من اليمنت معين. فانا لو انا جيت هنا، انا عندي الديف ده في مجموعه من التكست، فانا ممكن هاجي هنا اقول له ديف وهديله التو كولومز وهقول له فيرست لاين. فيرست لاين ادهولي بلون معين وليكن الكالر ريد. فعلا مع ان هو عندي التكست ده فيه اكتر من لاين، فهو اخذ اول لاين بس وادى بدا يديله التنسيق اللي انا طلبته منه او اللي هو اللون الاحمر. طبعا دي حاجه ما بنقدرش نستعملها في الطرق العاديه، فهي البيسيدو اليمنت دي بتتميز بيها ان هي بتدينا الفرصه ان احنا نقدر نتحكم في تنسيق جزء من العنصر بتاعي. لو في الطريقه العاديه انا لازم ادي للجزء اللي انا عايزه اعمل له تنسيق ده اديله كلاس او اديله اي دي وابدا بعد كده استهدفه في السي اس اس بتاعي. لكن انا قدرت استهدف الجزء ده بدون ما احتاج ان انا اضيف اي كلاسز للبيج بتاعتي او للاتش تي ام ال بتاعتي. ممكن برضو زي فيرست لاين عندي فيرست letter div first letter، انا هديله كولون. هاجي هنا هقول له الفيرست لتر ده اديلي لي فونت سايز، هديله فونت سايز اكبر شويه، هديله 32 مثلا بي اكس، وهديله التكست ترانسفورم يبقى كابيتال. هقول له ابر. طبعا هو عمل كده، اداله حوله لكابيتال واداله سايز اكبر شويه، وممكن اديله كلر هنا بلو مثلا بحيث ان هو يميزه عن باقي التكست اللي موجود. فهنا من خلال الفيرست لاين والفيرست ليتر قدرت اتحكم في اجزاء من الديف بتاعي او اجزاء من التكست بتاعي. عندي حاجه اسمها البيفور والافتر. لو انا مثلا عندي هنا لو في الاتش 3 دي اللي هي الاتش 3 اللي فيها الوات سي اس اس، قلت له اتش 3 بيفور، حط لي بقى قبل الاتش 3 دي تكست معين. ممكن اجي فعلشان اطلب منه الطلب ده فبقول له كونتنت، يعني ضيف لي كونتنت قبل الاكس 3. الكونتنتس ده هيبقى فيه ايه؟ انا ما بين تو كوتيشنز هكتب له ذات از بسودو ال. طبعا هو قبل اللي هو اضافها لي هنا قبل التكست بتاعي الاليمنت او العنصر اللي انا عايزه اضيفه. ممكن بدل ما هي بيفور ممكن اقول له اكتر، يقوم يحط لي التكست اللي انا عايزاه ده بعده. ممكن ممكن اضيف صوره او ايكون معين.
فانا لو عايزه اضيف صوره او ايكون قبل او بعد ال H3، فباجي هنا اقول له كونتنت، وبعد كده اقول له الكولون، وهنا اقول له URL وادي له الادرس بتاع او العنوان بتاع الايمج او الايكون بتاعي اللي انا عايزه احطه. فهنا هو انا عندي حاجه اسمها تشيك بوكس دوت PNG، ده ايكون موجود. فانا هحطه له كلمه هو حاططه لي في المكان اللي هو افتر ال H3 زي ما احنا شايفين. فمن خلال الافتر والبيفور احنا ممكن نضيف تكست او نضيف صور للتكست بتاعنا بدون ما نحتاج فعلا ان احنا نضيفهم في ال HTML. طبعا من الحاجات الظريفه اللي احنا ممكن نستفيد منها بحيث ان هي تقلل لنا احجام الصفحات بتاعتنا وتسرع لنا اداء الصفحه بتاعتنا. في عندنا حاجات تانية برضو في البسودو اليمنت. في عندنا مثلا ممكن اقول له للماركر. يعني انا دلوقتي عندي الماركر بتاعت ال اي دول واخدين الشكل دول، انا ممكن اتحكم فيهم. باجي هنا هقول له ال اي ماركر، وابدا افتح القوس وادي له اللون اللي انا عايزاه، اقول له مثلا كلر ريد، فلقيتهم غيروا اللون بتاعهم. الاقي له مثلا فونت سايز سي مثلا 28 بي اكس، فيقوم مغير حجم فيقوم يغير حجم الفونت بتاع الماركر او البوليت بتاعت الاي بتاعتي. في عندي حاجه برضو ممكن السلكشن. لو انا جيت هنا قلت له اي سلكشن، بتساعدني ان انا اقدر اتحكم في التنسيق بتاع التكست اللي انا واقفه عليه ومختاراه. اقول له مثلا سي باك جراوند كلر يلو، يبقى السلكشن هيدي له باك جراوند كلر يلو. انا جيت هنا دوست على دي واخترتها، هلاقيها اديتها باك جراوند كلر يلو. انا بس فهنا بتديني اي اي انا بختارها بتديني ليها باك جراوند كلر يلو. ممكن اقول له اي سيلكشن، وممكن اجي هنا اقول له مثلا بي برضو سيلكشن. يبقى هو بينفذ التنسيق ده على اي وعلى البي. فلو انا جيت هنا ادي بي، دي مش بي، دي مثلا بي، انا هتك عليها علشان ابدا اعمل لها ابقى مختارها، فلاقيها ادتني باك جراوند كلر اليلو. ده برضو كانت بي، فلاقيها باك جراوند كلر بقت يلو. فكده ده السلكشن طبعا بيبقى تاثيرها ظريف جدا مع الشغل ومع الصفحات بتاعتي. طبعا دي كانت فكره عامه عن ازاي ممكن نستعمل البسودو كلاسز والبسودو اليمنت وامثله عليهم، وازاي ممكن نستفيد منهم في اننا نضيف ديناميكيه وتفاعليه للصفحه بتاعتنا. يا ريت الموضوع يكون كان مفيد وفي بالنسبه لكم وفي معلومه جديده، ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. سلام. لو انت معانا دلوقتي ولو الفيديو عجبك، يا ريت ما تنساش تسجل اعجابك بالضغط على زرار اللايك او بترك رساله. ولو انت جديد معانا ما تنساش تضغط على زر السبسكرايب للاشتراك في القناه. لما تشترك في القناه هيصلك فيديو او اكثر اسبوعيا من نوعيه الفيديوهات. اخيرا شكرا على المشاهده والدعم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.